تلاقى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورا لملك المغرب محمد السادس، حيث أظهرت مجموعة من الصور الملتقطة للملك حرصه على استعمال هاتف خلوي بسيط الشكل كما يبدو قديما بعض الشيء. فما سر استعمال الملوك والرؤساء وكبار المسؤولين هذا النوع من الهواتف الخلوية غير الذكية؟ بحسب بعض المعلومات التي كشفت عنها الشركة المصنعة لهذا النوع من الهواتف، فإن هذا الهاتف الذي يستعمله الملك يعود لشركة الثريا ويحمل اسم الثريا XT Pro. يعتبر هذا الهاتف أكثر الهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية تقدما وأمنا، فهو يستهدف المستخدمين المحترفين عبر القطاعات المختلفة كالحكومة والطاقة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية لاعتبارات أمنية بحكم أنه صعب الاختراق والتنصت. يعد الهاتف الجديد الوحيد ممن يعمل عبر الأقمار الصناعية الذي يتميز بأنظمة الملاحة GPS وبيدو وجلوناس المدمجة لأعلى دقة وأمان في كل منطقة، حيث تغطي شبكته الفضائية الكرة الأرضية بأكملها وأجزاء منها حسب نوع الخدمة. يوفر هاتف الثريا وقتا للتحدث لمدة تصل إلى 9 ساعات، والذي يصنف كأطول وقت قياسي بأي هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أنه مضاد للمياه المضخة بقوة وللغبار ومقاوم للصدمات، كما أنه يقاوم أقصى البيئات. يتمتع الهاتف الجديد بشاشة عرضية قوية تتيح الرؤية الأمثل في ضوء الشمس الساطع، لا سيما وأنها تعد أكبر شاشة متاحة للهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية. يضم كذلك زر الاستغاثة مع ملاحة متطورة وميزات التتبع المتقدمة لتأكيد السلامة.